كتير بيبقى معايا حالات during الفينير بريباريشن مبقاش عارف اخد قرار، هل افتح الكونتاكت واعمل بروكسيمال رابنج، هل اعمل بريباريشن للبالاتال سيرفيس واعمل اكستنشن للفينيرز بالاتالي. طب انا باخد الامبريشن هاو تو جادج ماي امبريشن او جادج ماي سكان، هل هو بروبرلي ريكوردينج ماي بريباريشن، واللاب ابتدي يقرا البريبس والريدكشن بتاعي، وازاي اعمل تراي ان وهي التبس والتريكس المختلفه during التراي ان والمانجمنت للديفكت، اوبن مارجنز، نوت سيتد، لو عندي اوبن كونتاكت، هل ازاي ان انا اتصرف في كل الكومبليكيشنز دي. طبعا اهم حاجه وقت البوندنج وقت السيمنتيشن ازاي اعمل بروبر سيرفيس تريتمنت للتو ستراكشر بتاعتي وليثيوم دايسيليكيت او الفينيرز عشان اجارانتي ا بروبر ديورابل بوند. كل ده ان شاء الله هنتكلم مع بعضينا فيه في الجزء الخاص بالفينير بريباريشن ان ا كيس لايف كيس ديمونستريشن ستيب باي ستيب، بدايه من الدايجنوزس والكولكتنج الداتا. هنجو ثرو الستبس دي الى ازاي نعمل ريدكشن والبرنسبلز اوف بريباريشن للسيراميك فينيرز، وازاي اعمل بروبر سوفت تيشو ديسبيسمنت، هل استخدم ريتراكشن كود سايز معين، اعمل تيفلون بليسمنت، هل استخدم الليزر في مانجمنت للسوفت تيشوز، كذلك برضو ازاي اخد الامبريشن 1 ستيب ولا 2 ستيب، ازاي اعمل سكاننج. وطبعا هنستريس ان ستيب باي ستيب ان فول ديتيلز السيمنتيشن بروتوكولز، ازاي اعمل ايزوليشن، ازاي اعمل سيرفيس تريتمنت للفينيرز، وهاو تو ريموف الاكسس سبيشالي عند البروكسيمال كونتاكت، وهاو تو جارانتي اللونج تيرم سكسس بالاوكلوزال كونسيدريشن افتر ديليفري. ان شاء الله في انتظار حضراتكم مع اس بي سي في الجزء الخاص بالفينير بريباريشن والفينير سيمنتيشن.